ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه، يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتوا بتشتركوا في القناه عشان تشجعونا ان احنا نستمر. في البدايه اعرفكم بنفسي. انا سميره، عندي 45 سنه، ومتجوزه واحد عنده 60 سنه. وفي يوم كان البيت مليان زينة، والطباخين بيعملوا أكل، وبعدها دخلت عند جوزي اللي كان واقف بيلبس قدام المراية وبيقول: ايه ده يا سميرة؟ أنا قلت اللي انت هتفضلي طول اليوم في أوضتك، مش هتخرجي منها خالص. ما أنا كل ما اتجوز بنت صغيرة لازم تعملي كده. ايه اللي حصل المرة دي؟ قلبي مش مرتاح يا سليم، حاسة إن في حاجة غلط هتحصل. بالله عليك سيبك من الجوازة دي، كبرت بقى. ما ينفعش كل شوية تفضل كده تتجوز بنت صغيرة، حرام عليك العيال دول. اشمعنى المرة دي غيرانة يعني؟ ما أنا كل مرة لما أجي أقولك اللي أنا هتجوز ما بشوفش منك كلمة لأ. حرام عليك والله اللي أنت بتعمله فيا ده. أنا عايشة معاك من وأنا عندي 16 سنة، ومن يومها عمري ما قلتلك لأ على أي حاجة. اتجوزت عليا أكتر من مرة، وأنا عمري ما اتكلمت ولا فتحت بقي. طب تمام، اشمعنى بقى المرة دي يعني عاملة معايا كده؟ بقولك ايه، خلاص المأذون جاي في الطريق، والبنت العروسة في الأوضة التانية، ويا ستي لا هتقولك ولا هتقولك لأ. البنت خالصة ما بتتكلمش، أنا مش هتصدعك، وعشان كده صعبان عليا. بجد حرام عليك، انت عايز تعمل فيها ايه؟ ايه هعمل فيها ايه يعني؟ بطلي رغي كتير، اوعي كده من وشي، حرام عليكي. وانت لازم كده تنكدي عليا في يوم زي ده؟ اوعي كده يا شيخة. وبعدها نزل تحت، وبعد ما خلص الفرح طلع الأوضة، وكانت العروسة قاعدة على السرير، وكان شكلها متوتر وخايفة قوي. ايه يا عروسة، مالك قاعدة عاملة كده ليه؟ أنا مش عايزك تخافي مني خالص. وبعدين هو انت لسه قاعدة بالفستان ليه؟ ما تقومي كده تغيري هدومك. وبعدها قامت وكانت بتحاول تتكلم، وقالت له: مش هينفع. وبعدها كان سليم يديها ظهره، وبعد كده بصلها وقال: ايه ده؟ هو انت بتتكلمي؟ امال عامله فيها خرصه ليه؟ هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم اي حاجه. مش هينفع، مش هينفع انك تتجوزني، مش هينفع انك تيجي جنبي. الله، هو في ايه بالظبط؟ انت مين يا بنت انتي؟ انا مش فاهم منك اي حاجه خالص. انا بنتك، ايوه انت ابويا، وليا اخت توأم، والمصيبه ان هي اتجوزت اخوك. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقولي عليه ده؟ انا مش فاهم منك اي حاجه. وازاي يعني بنتي؟ انا ما بخلفش يا حبيبتي، العبي غيرها يا بت. لو عايزه تكذبي كذبه اكذبي كذبه غير دي. وانا هتجوزك يعني هتجوزك، ودلوقتي حالا. انت الوحيد اللي هتشيل الهم لو عملت كده. انا بنتك، لو فكرت انك تقرب مني هروح القسم، وهقدم فيك محضر وفي تحليل DNA اقدر اكد فيه اني بنتك. سليم قعد على السرير وقال: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم حاجه. ازاي الكلام ده؟ ما تنطقي. انا بنت ثانيه، مش انا بس، انا ليا اخت توأم، اخوك اتجوزها. انا عارفه ان هو مش اخوك، هو ابن جوز امك، بس كان متربي معاك في البيت. هو في يا بنت انتي بتكلمي على طول؟ انا مش فاهم حاجه، انا مخي هيطير مني. هو انت نسيت ثانيه؟ تاني عروسه دخلت البيت ده، وبعدها بدأ يفتكر اللي حصل. فلاش باك. سليم واقف في اوضه النوم، وكانت ثانيه تعبانه قوي، وبعدها قال: في ايه؟ هتفضلي كده على طول تعبانه ولا ايه؟ ده انت بقيتي ست مقرفه قوي يا شيخه. ده انت كل شويه كده عماله ترجعي. يا سليم، انا تعبانه قوي، بالله عليك اطلب الدكتور، ولا هاتلي امي، ولا اعمل اي حاجه. اه انا مش قادره اصلب طولي، ولا قادره اعمل اي شيء. بقولك ايه، انا عايزك تنزلي تنامي في الاوضه الصغيره من النهارده، عشان خلاص انا هتجوز. انا ناقص قرفك وهمك، انت كل شويه تنكدي عليا. هو انت ايه يا اخي؟ حرام عليك، انت مش بتشبع جواز؟ كل شويه لازم تتجوز عيله صغيره
وتجيبها في البيت هنا؟ احترم سنك يا أخي، احترم اللي انت فيه. سليم بصلها بغضب وقال: وانت اتجننت يا بنت انت ولا ايه؟ انت ما تعرفيش انا هعمل فيك ايه؟ وبعدها أخدها من شعرها وفضل ينزلها على السلم. وجت سميرة: حرام عليك يا سليم، اللي انت بتعمله فيها ده، سيبها، البنت كده هتروح في ايدك. انت عملت له ايه يا مصيبة انت؟ ارمي البنت دي بره البيت، ارميها تغور في داهية، وياك اشوف وشك هنا تاني يا بنت انت سامعة ولا لا؟ وانا هطلع على الاسم دلوقتي وهعمل فيك محضر على اللي انت بتعمله فيا ده. هو انت فاكرني خلاص بنت سهلة هتاكلني لحم وترميني عظم؟ حبيبتي، اللي بينا ورقتين عرفي، يعني انت مالكيش اي حاجة عندي. امشي غور اطلعي بره. وبعدها مشيت، ما بقتش عارفة تروح فين. وبعدها نزلت على اسكندرية، وهناك كانت تعبانة قوي وأغمى عليها. وبعدها شافها أشرف وأخدها وطلب ليها الدكتور، وعرف إنها حامل. ولما فاقت قال: هو أنت مين يا بنت الناس؟ وشكلك عامل كده ليه؟ وفين أهلك؟ أنا مش من هنا، أنا من البلد. وبعد ما جوزي طلقني ما كنتش عارفة أروح فين ولا أجي منين، لأني كنت متأكدة كويس إني لو رحت لأبويا هيرميني في الشارع تاني. هو أنت جوزك طلقك؟ إزاي بس؟ الدكتور اللي لسه ماشي من هنا قال إنك حامل، أكيد كان ما يعرفش. والله يعرف، أنت ما تعرفوش، ده راجل مفتري وظالم. الحمل ده لازم ينزل، أنا مش هينفع أخلف من الراجل ده أبدا، ده ما ينفعش يكون أب خالص، ما عندوش رحمة ولا ضمير، سنجبروت. طب اهدي بس، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، وما ينفعش انك تاخدي قرار وانت متعصبة كده. خليكي هنا وان شاء الله نشوف حل للحوار ده. وبعدها أشرف خرج من الأوضة، وكان عنده 35 سنة، والدكتور كان قايله إن هو عمره ما هيخلف. وبعد كام شهر دخل لها الأوضة وقال: محتاجة أي حاجة أعملها لك قبل ما أنزل الشغل؟ أنا جهزت لك الأكل وكل حاجة، يا دوبك بس تحطيه وتاكلي على طول. بجد أنا مش عارفة أشكرك إزاي على كل اللي أنت عملته معايا وعلى وقفتك جنبي، ربنا يخليك ليا يا أشرف. أنا عايزة أطلب منك طلب، أنا مش عارف أنت هتوافقي عليه ولا لأ. أنا طول عمري عندي مشاكل كتيرة في الخلفة، وعمري ما هخلف، وعايزة أتجوزك، بس طبعا بعد ما تخلفي. معقولة؟ عايز تتجوزني وأنت ما تعرفش عني أي حاجة؟ كل اللي أنا عارفه إنك بنت حلال، شكلك طيبة وغلبانة، وده كل اللي يهمني، وياريت توافقي على الموضوع ده. وعشان هي عيلة صغيرة فعلا وافقت، لأنها ما كانتش عارفة هتروح فين لو كانت رفضت وسابته. وبعدها خلفت بنتين توأم، وهو كتب البنات باسمه، ولما كان عندهم 12 سنة اتوفى. وفي يوم ثانية كانت ماشية وشافت يحيى أخو سليم في السوق، وقال لها: إيه ده ثانية، معقولة أنت هنا؟ أهلك عمالين يدوروا عليكي وأنت موجودة هنا؟ يدوروا عليا؟ يدوروا عليا بعد إيه؟ مش كفاية إن هم سبب المصايب اللي أنا فيها؟ مش هم اللي جوزوني لأخوك اللي رماني بعد ما تعبت وما كنتش قادرة أصلب طولي؟ بدل ما كان يقف جنبي ويسندني رماني في الشارع وراح اتجوز. يا ريت يا يحيى ما تقولش لحد اللي انت شفتني، عشان أنا مستحيل أرجع البلد تاني بعد اللي حصل ليا ولولادي. ولاد إيه؟ وانت خلفتي؟ أنا مش فاهم منك حاجة، عشان أنا عارفة كويس اللي انت مش بتطيق سليم. أنا هقولك على اللي فيها: أخوك لما رماني وطلقني كنت حامل وخلفت بنتين توأم. معقولة الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طالما الكلام زي ما انت ما بتقولي كده، ما جيتيش ليا ليه؟ ليه ما قلتليش حاجة؟ ليه ما قلتيش لسليم انك حامل؟ ده سليم هيموت على حتة عيل ومفكر ان حوار الخلفة ده منه. عبيطة لو كنت عملت الكلام ده عشان ياخد بناتي مني ويرميني تاني. لا طبعا، كويس قوي اللي انا ما عملتش كده، اخوك ده مش بني آدم. طب اقولك ايه، انا عندي حل، لو وافقتي عليه كل اللي انت شفتيه طول السنين دي هيتعوض، هتبقى انت الآمر الناهي في فلوس سليم أخويا. ما تتكلم على طول يا يحيى، أنا مش هقدر أتكلم ولا أفتح بقي غير لما تقولي اللي فيها. مفيش إلا حل واحد، انت عارفة يعني اللي أنا مش أخو سليم، احنا بنقول اللي احنا أخوات مجازا، بس أنا ابن جوز أمه، فريت تجوزيني واحدة من البنات وأخليها تحت عينيا، وأول ما سليم يتوفى ساعتها أظهرها وكل حاجة تبقى ليها. ما انت عارف ان صحة سليم زي الحصان، يعني مفيش حاجة هتحصل له دلوقتي، ده هيدفن الكل وهو هيفضل اللي عايش. الكلام ده كان زمان، انت ما شفتوش دلوقتي عامل ازاي؟
صحته بقت في النازل. وقال إيه؟ قلقان ولسه عاوز يبين نفسه عيل صغير، كل شوية يتجوز بنت صغيرة يا دوبك ما تكملش 13 سنة عشان يوري الناس إن هو لسه صغير وصحته كويسة. بس الناس فاهمة كل حاجة وبتضحك عليه وعلى قلة عقله وعلى اللي هو بيعمله. وأنا مش موافقة على الكلام ده، مش موافقة على اللي أنت بتقوله. أنا مش ناوية أعمل في بناتي اللي اتعمل فيا. أنا برضو باعوني ليه وأنا صغيرة ودفعت التمن غالي قوي. خلاص براحتك، اعملي اللي انت عاوزاه وارفضي، وساعتها هقول له الحق الهنم اللي انت طردتها خلفت بنتين وبعدها هربت بيهم، وساعتها هيجيبك يعني هيجيبك. ماشي يا يحيى، انا موافقة على اللي انت عاوز تعمله، بس اعمل حسابك اللي انا هبقى معاك في اللي انت بتعمله وانا فيها. ما تجيش تغدر بيا، واول ما سليم يروح كلمني وانا حاجة على الدوار اقعد فيه عشان ابقى فاهمة كل حاجة من غير ما تقولي. وانت برضو مش هتبقي حماتي ولا ايه؟ يلا قدامي عشان تختاري لي واحدة من البنات. وفعلا ثانية بتروح راجعة البيت، وأول ما بتشوفها نور بنتها بتقول ايه اللي رجعك بدري كده يا ماما؟ اوعي تكوني عملتي مشكلة في السوق ولا حاجة. وبعدين انت عارفة كويس ان مفيش أكل في البيت خالص، وانا كنت جعانة قوي انا واختي. ولما كانت بتتكلم كان يحيى واقف وعمال يبص على نور جامد. اقعدي يا نور، انا عايزة اتكلم معاكي. ايه ده يا ماما؟ مين اللي واقف معاكي ده؟ وماله عمال يبصلي قوي كده؟ مش وقته كلامك ده يا نور، وادخلي دلوقتي اعملي حاجة تشربيها لحد ما اتكلم مع يحيى كلمتين. واول ما نور بتسمع كده بتروح داخلة على جوه بسرعة. في ايه يا يحيى؟ ما تجمد كده، انت اول ما شفت نور وعينك ما نزلتش من عليها. وفي ايه بالظبط؟ على قلن امها، اعمل حساب لوقفتي. بقولك ايه يا ثانية، سيبك من الكلام ده دلوقتي. بصراحة البنت دي دخلت دماغي قوي، ولو توافقي اللي انا اكتب عليها دلوقتي انا هنزل اجيب المأذون، واول ما المأذون يكتب عليها هاخدها وهرجع بيها البلد. معقولة؟ مستعجل للدرجة دي؟ على العموم اصبر علينا اسبوع ولا حاجة، وقبل اي حاجة جيب اخوك عشان لازم يبقى معاك في كتب الكتاب. انت مجنونة يا ثانية، ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده؟ وانت عاوزاه يشوفك ويعرف ان دي خطة ما بينا؟ وقتها الدنيا هتبوظ. ما تقلقش انت يا يحيى، أنا عارفة كويس بعمل إيه. ولو على أخوك أنا هجيب واحدة مكاني تقعد معايا في وقت الجواز، ما تشغلش بالك أنت. إذا كان كده ماشي يا ثانية، أنا هعملك كل اللي أنت عاوزاه، وأسبوع وهرجعلك، ومش همشي غير وأنا متجوز نور. وبيروح واخد بعضه وبيمشي، وأول ما بيمشي بتخرج نيرة ونور وبيقولوا إيه الكلام الغريب اللي أنا سمعته ده يا ماما؟ ومين الراجل ده؟ أنا أول مرة أشوفه. غير كده وكده وانت عاوزة تجوزي أختي في السن ده؟ بقولك يا بنتي وطي صوتك، مش عايزة اسمع لك حس. وفيها ايه ان شاء الله؟ انا كنت في سنها ومتجوزة ابوكم الله يرحمه مطرح ما راح، هو السبب في اللي انا فيه دلوقتي. اهدي بس يا ماما، نيرة مش قصدها الكلام اللي هي قالته. غير كده وكده ازاي تقولي على بابا اشرف كده؟ انا عارفة كويس اللي انت كنتي بتحبيه قوي. ايه اللي حصل لك بس؟ لا انا مش بتكلم على ابوكم اشرف، لان اشرف مش ابوكم. هو كتر خيره إن هو كتبكم على اسمه عشان أبوكم الحقيقي ياخدكمش مني. بتروح قايلة ليهم على كل حاجة. إزاي تقولي الكلام ده يا ماما؟ إزاي تخبي علينا الكلام ده كله؟ هو أنت غبية يا بنت أنت ما سمعتيش اللي أنا قلته؟ بقولك إيه نور، أنت هتتجوزي يحيى، شكله خلاص هيخلص وننتهي منه، والدنيا كلها ترتاح منه ومن قرفه، وإحنا أولى بالفلوس دي كلها. إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقوليه ده يا ماما؟ ازاي ترمي نور الرمية دي؟ واول ما نيرة بتقول كده بتروح الام مديها بالقلم. بقولك يا بنت انا مش عاوزة اسمع لك حس، لا انتي ولا اختك، ولما اختك هتتجوز الدور هيجي عليكي، بس الصبر. وفعلا بعد اسبوع نور بتتجوز، وبعدها ماما بتكلم يحيى في التليفون. ايه يا يحيى في ايه؟ انا عايزة اشوف البنت واطمن عليها. بقولك يا حلوة انت مالكيش بنت اساسا، هو مش هتشوفيها من هنا ورايح. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو احنا كنا مش متفقين ان موضوع الجواز ده هيتم لحد ما نعرف ناخد الفلوس من اخوك واخد حقي فيها انا وبناتي؟ بس بصراحة كده انا فكرت فيها وقلبتها في دماغي، ايه اللي يخليني اقسم الفلوس معاكي وانا اقدر اخليها كلها ليا؟ انا جوزتك بنتي وفي الاخر انت بتعمل فيا كده؟
والله العظيم ما تعرف أنا هعمل فيك إيه. اعملي ما بدالك، وعلى ما أفخلك اركبيه يا حبيبتي، وروحي اعملي كل اللي تقدري عليه، لأن أنا ناوي أرفع قضية عليه وآخد كل حاجة. وبعدها قفل السكة في وشها. ماشي، والله لو أوريك أنا هعمل فيك إيه. وبعدها رجعت البلد، عشان كانت عارفة إن سليم بيحب أي بنت صغيرة. في الوقت ده سليم بيشوف نيرة، وساعتها بيعجب بيها، وأول ما بيلاقي كده بيقرب على الست اللي سنية جايباها عشان تعمل نفسها أم نيرة ونور، وبيقول: هي البنت دي تقرب لك إيه؟ أنا شايفها موجودة عندك هنا. دي بنت ناس قرايبي كده من بعيد، وأمها وأبوها ماتوا، عشان كده جت تعيش معايا. طب إيه رأيك بقى؟ أنا عايزة أتجوزها في أسرع وقت. طب بس اديني يومين نفكر، وبعد كده أرد عليك. تمام؟ هو يوم بليلة، وريت ما تتأخريش عليا، عشان ما بحبش حد يتأخر عليا في الرد. وبيروح سايبها وبيمشي. وأول ما بيمشي سعاد بتروح لسنية وبتقول لها على قالهولها سليم: حلو الكلام اللي انتي قلتيه ده يا سعاد. بقولك ايه، ردي عليه وقولي له انك موافقة انك تجوزيه نيرة. وانتي هتعملي الكلام ده ازاي؟ مش بتقولي اللي موجود ده ابوها؟ ازاي هتجوزه لها؟ هو انتي غبية يعني عشان اعمل حركة زي كده؟ انا متفقة مع المأذون وهيظبط كل شيء، هو مش هيكتب الكتاب اساسا. بقيتي مش سهلة. غريبة اللي بقيتي فيه ده يا سنية. من كتر اللي شفته يا سعاد، اللي شفته في حياتي ما كانش شوية. الدنيا قست عليا قوي. وبتروح سعاد ماشية، وأول ما بتمشي نيرة بتخرج وبتقول بحدة: اتجننتي يا ماما؟ ايه الكلام اللي أنا سمعته ده؟ أقول عاوزان أتجوز أبويا؟ شكل الفلوس نسيتك الحرام من الحلال. اهدي يا بنتي واسمعي كلامي كويس، أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك. انت عارفة إن يحيى طماع، وطماع قوي كمان، وأول ما اللي اسمه سليم يروح كل حاجة هياخدها هو وأختك نور، وهطلع أنا من المولد بلا حمص. هو متجوز واحدة لا بتهش ولا بتنش، مراته اللي معاه ولا هتقدر تعمل حاجة. يموت بس وتلاقيه مظبط ورق عشان يستولى بيه على كل شيء، وأنا وإنتي هناخد على قفانا ومش هيلومنا جنيه. أنا بعمل كل ده عشان ناخد اللي نقدر عليه، وناخد حقنا اللي ضايع، عشان لو حصل له حاجة نعرف نلاقي حاجة نعيش بيها. هو أنتي مفكرة إن أنا ممكن أوافق على الكلام العبيط اللي أنتي بتقوليه ده؟ لا طبعا. شوفي لك أي حد غيري عشان يوافق على الكلام ده. وأول ما نيرة بتقول كده ثانية بتمسكها وبتقول: بنت انت هتعملي الحوار اللي أنا قلتلك عليه، هتعمليه ورجلك فوق رقبتك. الله قسما عظما ما تعرفيش أنا هعمل فيكي إيه. وغير كده وكده سليم هيدفع فلوس كويسة قوي، احنا أولى بيها. أنا مش مصدقة، انت ازاي كده؟ أنا بجد زعلانة إنك أمي. وساعتها ثانية بتقعد تديها باليمين والشمال، بتقول لها: أنا هعرفك ازاي تقولي كده. انت عارفة لو ما سمعتيش كلامي أنا هعمل فيكي إيه؟ ساعتها نيرة ما بتردش. ما تردي يا بنتي، هو أنا مش بكلمك؟ وساعتها نيرة بتفضل تشاور على بقها وما بتعرفش تتكلم. ساعتها بتقول: كويس إنها جت من عند ربنا، إنك خلاص بقيتي خرصة. ادخلي على جوه لحد ما ميعاد الفرح ما يجي وتتجوزي اللي اسمه سليم. كل اللي أنا عاوزاه منك تعملي أي حاجة، بس في النهاية ما تخلوهوش يقرب منك، سمعتي؟ وساعتها نيرة بتفضل تهز راسها من الخوف وبتروح داخلة على جوه بسرعة. وأول ما بتدخل جوه ثانية بتمسك الموبايل وبتكلم سعاد: بقولك إيه يا سعاد، كلمتي اللي اسمه سليم ولا لسه؟ لا لسه يا ثانية، ده أنا كنت حتى لسه ماسكة الموبايل عشان أكلمه وانتي رنتيلي. هو في حاجة ولا إيه؟ اوعى تكوني غيرتي رأيك. عبيطة أنا عشان أعمل كده؟ لا طبعا. كل الحكاية إن عاوزاكي تكلميه وتقولي له إن البنت خرصة ما بتتكلمش، وشوفي هيقولك إيه. إيه الكلام الغريب اللي انتي بتقوليه ده يا ثانية؟ الله، هي نيرة من إمتى وهي خرصة ما بتتكلمش؟ من النهاردة. وياريت تعملي الكلام اللي أنا بقولك عليه. كل اللي عندي ليكي إنك بتاخدي الفلوس اللي انتي عاوزاها، صح ولا لأ؟ على رأيك هو أنا أشغل بالي على إيه؟ على العموم أنا هكلمه وأرد عليكي دلوقتي. وفعلا ساعتها بتكلم سليم، وأول ما بتقوله إن نيرة خرصة بيفرح: ده عز الطلب، انت ما تعرفيش فرحتيني قد إيه. حلو قوي، أنا مش بحب الزن كتير، يا ريت تفضل خرصة كده طول العمر. على العموم خلصوا كل حاجة، وعلى آخر الأسبوع أنا حاجة أخدها. وفعلا بعدها بيجي سليم، وساعتها ماما بتدفع للمأذون فلوس عشان ما تخلوش يكتب عليها بجد. وبعد ما بيخلص كل حاجة بياخد نيرة وبيرجع البيت. وساعتها من الصدمة
رجعت تتكلم تاني عشان تقوله على كل حاجة وتمنعه إن هو يقرب منها. عودة من الفلاش باك، أول ما نيرة بتخلص كلامها بيروح سليم ماسكها وقال: انت عارفة لو بتلفي وبتدوري في الكلام والله ما تعرفي ساعتها أنا هعمل فيكي إيه. ولو مفكرة إن القصة الخايبة اللي انت بتقوليها دي داخلة دماغي بنكلة تبقى بنت عبيطة أوي. بس أنا همشي ورا الكداب لحد باب الدار. هروح المعمل دلوقتي وهعمل تحليل الDNA، بس قسما عظما لو اتضح ليا إنك بتكدبي والله لأدفنك مكانك وهيبقى يا سوادك معايا. وأنا واثقة من الكلام اللي أنا بقوله ده، وبكرة تعرف إن كل كلمة قلتها حقيقة، ولا أنا مش بقول أي كلام وخلاص. وأنا ما أقدرش أسكت على الظلم ولا اللي هيحصل ليك. في الوقت ده عند يحيى كان قاعد مع نور وقال بحدة: عاجبك الزفت أمك واللي عملته؟ أنا مش عارف إزاي عملت حاجة زي كده. مش المفروض نيرة أختك؟ إزاي جوزتها لسليم؟ طب أنا أتجوزك ماشي، فأنا مش أخوه، بس هي جوزت نيرة ليه إزاي؟ أنا زيك يا يحيى مش فاهمة ماما عملت كده ليه. والله اللي عملته ده حرام، بالذات اللي اسمه سليم ده ما يعرفش ربنا ولا حتى يعرف اللي احنا بناته. وانا خايفة قوي على نيرة. وانت عبيطة يا بت، وانا بكلمك في ايه وانت بتتكلمي في ايه؟ بقولك ايه، انا حاسس ان امك بتخطط لحاجة من ورايا، بس والله العظيم لو عرفت ان هي طمعانة في كل الفلوس وان هي عايزة تكوش على كل حاجة يملكها سليم لوحدها ما تعرفش انا هعمل فيها ايه. هو انت يعني لما كنتش طمعان وبعدين بتقول ان انت مش مظبط اوراق عشان تقدر تاخد منه كل حاجة؟ خايف من ايه بقى؟ الصراحة انتم الاتنين نصابين، سواء انت او امي. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بت؟ انتي اتجننتي ولا ايه؟ انت ازاي تقفي قدامي وتقولي كده؟ والورق اللي انا مظبطه ده مش يعني هاخد بيه كل حاجة، دي حاجات انا قدرت اظبطها كده، معرفش اتلايم عليها غير بعد سليم ما يموت، واعلان وجودك انك بنته هيخليني اكوش على الباقي، لان مراته ست عبيطة مش هتعرف تاخد حاجة. بس دلوقتي اللعبة اتغيرت وانا مش هسكت لامك ولا هسكت لك لو قلتي في ادبك. والله العظيم لو قربت مني ولا مديت ايدك عليا لا هروح واقول ليه على كل حاجة، هيبقى عليا وعلى اعدائي. ماشي يا بت، والله لو اوريكي. وبيروح سايب نور وبيمشي هو متعصب. وتاني يوم بياخد سليم نيرة على المعمل، وفعلا بيعملوا تحليل الDNA. وعند ثانية بتكون الجيران ملمومة في شقتها، وبيجي البوليس وبيقول: وسعوا كده، وسعوا منك ليه؟ مين اللي عمل فيها كده؟ ساعتها بتتكلم واحدة من الجيران وبتقول: كل يوم يا باشا أنزل أنا وهي على السوق نبيع فيه شوية حاجات، وكنت لازم أعدي عليها قبل ما أنزل عشان نروح سوا، ولما جيت عشان أخدها كنت عمال أخبط على الباب لقيته مفتوح، وأول ما دخلت اتصدمت لما لقيتها كده واقعة من طولها وصايحة في دمها. ساعتها قعدت أصرخ لحد ما الجيران كلهم اتلموا وكلموكم. وأول ما صفاء بتقول كده يبدأ الضابط يشوف شغله. وفي الوقت ده سليم ونيرة بيرجعوا البيت، وأول ما مرات سليم بتشوفهم بتقول: إيه ده يا سليم، أنت خرجت بدري أنت والعروسة الجديدة ورحتوا فين؟ لا يكون في حاجة ولا مشكلة، أصلي قلقت عليكم قوي. ها عاملة إيه يا بنتي؟ ولا نسيت؟ أنا عارفة إنك مش بتتكلمي، طب شاوري حتى ولا قولي أي حاجة. بقولك إيه، امشي من وشي دلوقتي، ارجعي اوضتك، أنا راجع من بره ومش شايف قدامي، وفيا اللي مكفيني ومش عاوزة أطلع قرفي وخنقتي عليكي. وانت يا بنت يا نيرة ادخلي جوه اوضتك لحد ما زفت التحاليل تطلع واشوف الدنيا هترسي على ايه. بقولك ايه، انا مش عاوزة اكون موجودة هنا، انا لازم امشي من هنا واروح عند امي. يا كماوي لما يلهفك، انت فاكرة ان ممكن اسيبك انت وامك؟ وحساب امك معايا كبير قوي. وبعدها رحنا البيت وعرفت ان ماما توفت. ماما ازاي ده حصل لها؟ ازاي؟ وبعدها نيرة فضلت تعيط وهي منهارة، وسليم كان واقف مع الضابط وقال له: ممكن أعرف مين اللي عمل معاها كده؟ احنا لسه مش عارفين أي حاجة وبنراجع الكاميرات. وبعدها شافوا إن يحيى هو اللي دخل عندها، وبعدها خرج جري. يحيى؟ معقولة يحيى أخويا اللي عمل فيها كده؟ وبعدها في بيت يحيى دخل وكانت نور قاعدة. إيه ده مالك؟ في إيه؟ شكلك عامل كده ليه؟ قولك إيه، احنا مش هنتكلم كتير، ادخلي لم هدومك، احنا لازم نمشي من هنا في أسرع وقت. ايه ده؟ ايه اللي على هدومك ده؟ ده في دم، هو انت عملت ايه؟ وبعدها البوليس خبط وبعدين فتح،
انت فاكر انك هتقدر تهرب من عملتك؟ فاكر ان الكاميرات ما صورتكش وانت بتقضي على ثانية؟ وبعدها قال: هي طماعة، الفكرة كانت فكرتي، وانا اللي كنت لازم اخد الفلوس دي من حقي، الفلوس دي من حق امي. سليم دخل وقال: مين اللي قال الكلام ده؟ ابويا طلق امك، بس المفروض الفلوس دي من حقنا. انت عشت في العز وانا كنت عايش مش لاقي لقمة كلها، كان لازم اعمل فيك كده. وامي عملت لك ايه يا مفتري عشان خاطر تعمل فيها اللي انت عملته ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هي كانت طمعانة، بعد ما قلت لها الفكرة كلها كانت عايزة تاخد الفلوس لوحدها، مع ان بنتها عايشة معايا وهتكون عايشة معايا في العز ده. وبعدها بدأ يقول اللي حصل. فلاش باك. ثانية قاعدة، وبعدين دخل يحيى: جرى ايه يا عريس بنتي؟ اللي جابك؟ مش انت قلت ان عمرك ما هتيجي هنا تاني بعد اللي عملته؟ انت عملتي اللي انت عملتيه ده ازاي جوزتي نيرة لسليم؟ انا ممكن اروح واقول له على كل حاجة. والله دي حاجة ما تخصكش، انا حرة اعمل اللي انا عاوزاه. وبعدين لو جدع وراجل روح يا حبيبي وقول له على كل حاجة. هو انت فاكرة ان ممكن اسيب الفلوس تروح مني بسهولة؟ ده انا عملت كل ده عشان خاطر الفلوس، مش على اخر الزمن واحدة زيك تضحك عليا. بقول لك ايه، نزل ايدك من عليا وياك تفكر تعمل معايا حاجة، لحسن والله ما تعرف انا ممكن اعمل فيك ايه. انا اللي هعمل فيك ايه. وبعدها مسكها وطبق في زمارة رقبتها، وكان في آلة حادة قدامه اداها بيها وهرب وهو ماسكها ودفنها بعيد. عودة من الفلاش باك. اتفضل قدامي على الاسم. وبعدها خده. انا مش عارف اقول لكم ايه على اللي حصل، بجد انا لو كنت اعرف ان امكم خلفت مني انا عمري ما كنت حاسبكم. هو انت فاكر ان انت ممكن تصعب علينا بعد ما تقول خلاص انا دلوقتي عرفت غلطتي؟ خلاص يعني فجأة كده بقيت بتحبنا؟ احنا مش عايزين نعيش معاك، انت السبب في كل ده من الاول. لولا انك غدرت بامي عملت اللي انت عملته ما كانش حصل لنا كده. اوعدكم والله اني هتغير، عمري ما هكون انسان وحش تاني. بس ارجعوا وعيشوا معايا في البيت، يمكن لو كان عندي عيال كان الموضوع فرق معايا. لو كانت امكم قالت لي كنت اتغيرت وخدتكم في حضني. انا عمري ما خلفت وكان نفسي ابقى اب. وفعلا بعدها صدقوه وراحوا وعاشوا معاه. هو بطل يتجوز كل شويه وعاش مع مراته وبس، واحنا اتربينا في البيت معاه، لكن عمرنا ما حسينا انه ابونا، بس كنا بنعامله كويس لوجه الله. وبكده تكون خلصت الحكايه. نشوفكم في قصه جديده، ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه.